حل جا عبد الاله ملحود، فالان عبد الاله ملحود والي الجهه الذي يمثل صاحب الجلاله قال لي افتح المحل، ما كاينش اللي يحبسك ولدي، وعطي للمساكين ياكلوا ودير داكشي اللي خاصو يدار لسلامه المواطن. وراوني هذوك الناس اش خاصني يدار، هما ما قالوا لي ما غلقناش لك، حنا بيناك نوريوك اشنو دير لسلامه المواطن. هما المؤسسه ديال الدوله بغات كلشي ياكل الحوت، هما ماشي ضد المواطن. انا بعد ما عرفت انهم مع المواطن 100%، وانهم بغى المواطن كان فقير كان غني كان يتيم كان كلشي ياكل الحوت، كلشي ياكل الحوت. وعاش الملك وشكرا للمغرب. جاني استقبال من الوالي، كان استقبال محفز ومدعم لشاب ذو 21 سنه باش يعطي الناس انهم ياكلوا الحوت. والي الجهه الله يجازيه بخير، كان التعامل ديالو احسن تعامل. الناس المسؤولين عرفتهم دابا، انا عرفتهم دابا كاملين على حقيقتهم انهم رجال الله يعمرها دار، انهم رجال حبوا الوطن، يحبون الملك، يحبون الشعب، يحبون المواطن، وما بغاو الا سلامه المواطن. قالوا لي تعليمات اللي نديروا اللي نتبع، هذا هو الشيء اللي دار هذا الضجه ديال سبب الاغلاق. فهما قالوا لي احنا معاك ومع كاع البيع والشرايه ومع كاع المواطنين باش ياكلوا الحوت. شكرا اشرف، شكرا حكيمي، انت الان معايا، انا معاك ذو 16 عام، ومن كانت عندي 16 17 عام وانا مع حكيمي. شكرا لحكيمي وشكرا له من هذا المنبر. عبد الاله راه ولد الشعب، وعبد الاله راه بحالك تيحب الوطن وتيحب الملك. تضامن حقيقي المغاربه، اللهم بارك بكل اريحيه. بعد ما عرف والي جاء انني كنت مضرور، قال لي ما تبقاش مضرور، غندخل المارشي غندخل. وكي تنقول لحكيمي ماشي الشباب المغاربه واعرين، هما واعرين، بل الشباب الاخرين في المجال الاخرين احنا شباب قادمون، احنا شباب معاكم كما انتم السابقون ونحن اللاحقون، احنا معاكم. كاينه السلعه والى الى 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 دابا ملي غيتنظم هذاك الشيء غادي نجبد وغنبيع لهم السردين ب 10 درهم. 10 درهم وما خاسرش فيه رابح. كتفكر دير تعاطف مع المغاربه ولا كيف؟ هذا تعاطف من شوف، هذا تعاطف من شخص وطني حقيقي يحب ملك ديالو تيحب الشعب. صيفط لي كمايو من مدينه بوجدور، قال لي هاك راجل عنده قوارب ديالو وطني، كاع الوفره السمكيه اللي جابها ليه القارب ديالو فهداها للمساكين. شوف الشعب كي داير. المغرب كله كيهضر عليك، بل العالم كله كيهضر عليك. شعور صراحه كيف تكمل النفسيه؟ انا هذا الخير تعلمته من جلاله الملك. بعد ما تنشوفوا في التلفازه ان الملك يقدم بعض الهدايا وبعض المساعدات لبعض الدول المجاوره وبعض الدول اللي بعيده عنا.